قالت وكالة الأناضول إن فصيلا محليا جنوبي سوريا نبش قبر زعيم تنظيم الدولة أبو الحسن الهاشمي وسلم جثته للقوات الأمريكية. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع شارك في العملية العسكرية أن الفرقة الثامنة، وهي فصيل يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوبي سوريا، أخرج الجثة المدفونة في مدينة جاسم وسلمها قبل 10 أيام للقوات الأمريكية. معنا من درعا الصحفي رامي العيسمي. رامي مرحبا، من الذي أخرج جثة التنظيم وهل المعلومة مثبتة؟ جثة قائد التنظيم، وهل المعلومة مثبتة؟ أسعد الله مساءك الزميل معاذ مرحبا. ومساء المتابعين والمشاهدين جميعا. بخصوص أبو الحسن القرشي الهاشمي أو أبو عبد الرحمن العراقي أو حتى أبو عبد الرحمن الصلخدي، هذه الأسماء كلها تعود لشخص واحد الذي أتعب العالم من بعده، الروس والأمريكان وحتى أهل حوران. الجثة هي موجودة في مدينة جاسم، ولكن من أخرج هذه الجثة تضاربت الأنباء والجميع ينفي تبني أي جهة إن كانت لسحب هذه الجثث. كان هنالك بعض الأخبار التي تتوارد عن قيام مجموعات من اللواء الثامن على نبش المقبرة التي هي في منطقة العالية التابعة لمدينة جاسم، وانتشال جثة أبو عبد الرحمن العراقي أو أبو الحسن الهاشمي القرشي. ولكن عند سؤالنا لقياديين في اللواء الثامن نفوا هذا الأمر معاذ، وقالوا ان مجموعات اللواء لو ارادت نقل الجثث لنقلتها حين المعركه او حين اندلاع الاشتباكات انذاك، ان كان في مدينه جاسم او في مدينه درعا بطريق السد او في حتى المعارك التي خاضوها سابقا ضد تنظيم هو الدولة. رامي، يعني الجثة أخرجت، هذه أولا، مثبت الأمر فعلا؟ الجثه اخرجت، نعم. ليسوا اللواء الثامن، من إذن؟ هنا التصريحات التي أتت والمعلومات التي تواردت من أهل مدينة جاسم معاذ، ومن أيضا الذين نسبت لهم من اللواء الثامن. القياديين في اللواء الثامن يقولون أننا إن أردنا نقل الجثة لنقلناها حينها، ولكن لا ننفي قيام بعض من عناصر اللواء القيام بذلك. هذا أولا. وبخصوص نقل الجثة التي قالوا بأن نقلوها إلى الأمريكان عبر الممرات بين سوريا والأردن، فلا إمكانية لذلك بسبب وجود الهجانة وانتشار لقوات النظام على الشريط الحدودي. نسبوا أيضا معاذ وجود سيارات نفس السيارات التي يمتلكها اللواء الثامن، السيارات الخضراء التي تسمى السيارات الطبية، هكذا يطلق عليها في حوران، حيث كان هنالك حديث من أهل جاسم عن مواصفات السيارة التي نقلت هذه الجثة بأنها لونها ذات اللون الأخضر، والصفة أنها طبية. فهنا أيضا تعذر قياديين اللواء الثامن بأن هنالك مشابهة أيضا مع سيارات تتبع للقوات الروسية في المنطقة. ربما لا حاجة للدخول للأردن من أجل تسليمها للأمريكان في قاعدة التنف، يعني عبر السويداء يتم هذا الموضوع. الجميع يعلم معاذ صراحة، نحن الآن في سوريا جميع الحدود مفتوحة، وإن كان هنالك تواجد للهجانة أو لقوات النظام على الحدود، إن كانت العراقية أو إن كانت اللبنانية أو الأردنية، فمتى تريد تفتح الطرقات، متى تريد تفتح الطرقات. فكيف يصل أبو
الحسن أو أبو عبد الرحمن إلى مدينة جاسم، وهو أتى من الشمال وأتى من العراق. فالحدود هي مغلقة بالاسم ومفتوحة متى تريد. الصحفي رامي العيسمي كنت معي من درعا، شكرا جزيلا لك.